السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في حلقه جديده من سلسله عندي مشكل. المشكل اللي عندي هذا الاسبوع كنحس بالروتين في علاقتي الزوجيه. الروتين في العلاقه الزوجيه او ما يسمى بالفتور العاطفي هي اصعب مرحله نفسيه كيمروا منها المتزوجين، بحيث كتحول العلاقه الزوجيه ديالهم من حراره الحب ودفء المشاعر للبرود العاطفي، وكيولي عقد الزواج هو الحاجه الوحيده اللي كتجمع بيناتهم. هذا الروتين اللي اسبابه كثيره ومتنوعه، منها الاسباب الطبيعيه اللي مرتبطه بالفوارق بين المراه وبين الرجل، والاسباب الشخصيه اللي مرتبطه بكل شخصيه على حده. بالنسبه للاسباب الطبيعيه اللي قلنا مرتبطه بالفوارق بين المراه وبين الرجل، فكتجلى في عدم فهم حاجيات الطرف الاخر. وهنا كنلقاو ان الانثى عندها الحب العاطفي، الحب اللي محتاجه فيه الاهتمام المستمر، محتاجه فيه الكلام الزوين، محتاجه المشاعر والاحاسيس، وكتظن بان الراجل كيشوف الحب من نفس مفهومها الانثوي. اما الراجل فعنده الحب العقلي، وكيعتبر انه ماشي بالضروره يبقى يسول فيها ويهتم بها النهار كله، وباللي راه عارفه كيبغيها، دونك ما كاينلاش كل مره يبقى يقول لها كنبغيك، حيت كيشوف الحب من مفهومه الذكوري. هذا الشيء اللي كيخلي ان المراه تعتبر بلي راجلها ما كيبغيهاش وما بقاش كيهتم بها كيف كان، الحاجه اللي كتخليها انها تكبت المشاعر ديالها. وملي كيلتقي عناد رجل بكبرياء مراه، هنا الحب كيضيع. بالاضافه للاسباب الطبيعيه فكاينه الاسباب الشخصيه، وهذه اللي تقدر تلقاها في المراه وتقدر تلقاها في الراجل. وعلى سبيل المثال تقدر تلقى ان الانسان ممل على مستوى الافكار ديالو، على مستوى الشكل ديالو، على مستوى النظره ديالو للحياه. المهم انه كيكرر نفسه باستمرار، وكيولي كيبان لك بحال شي فيلم كتفرج فيه الصباح وفي العشيه، فيلم بنفس القصه، نفس الممثلين، نفس اللقطات. واخا يكون الفيلم كوميدي كيولي كيبان لك دراما بكثره ما كتعاودو. وبصفه عامه يمكننا نقولوا ان السبب الرئيسي في الاحساس بالروتين في العلاقه الزوجيه هو سقف التوقعات من وراء العلاقه الزوجيه ومدى التوافق ديال الشخصيات ديالكم. حنا نقدروا نجيبوا رجل محدود على مستوى التفكير مع امراه مثقفه، تقدر المراه تحس بالروتين، ولكن الا جبنا ليه امراه بحاله في التفكير غادي يعيشوا في السعاده، والعكس صحيح. فاذا كانوا هادو جزء من الاسباب اللي يقدروا يخليو الازواج يدخلوا لمرحله الروتين، فالسؤال اللي مطروح هو كيفاش نقدروا نجدوا العلاقه ديالنا. بغيت نقول لك انه الا كنتي كتحس باللي علاقتك الزوجيه دخلات لمرحله الروتين، حاول انك تعالج المشكل من اليوم، وما تظنش باللي الامر راه حاجه طبيعيه، لان الطلاق مراحل، واول مرحله هي الطلاق العاطفي اللي كيكون هو الملل الزوجي. بغيت نقول لك انه ضروري تهتم بالميول الفكري ديال شريك الحياه، وحاول انك تثقف راسك في نفس المجال اللي هو كيهتم به، باش على الاقل ملي بغيت تناقش يلقاك فاهمه، ماشي هو كيشرق وانت كتغرب. بغيت نقول لك ان غرفه النوم ديالكم والطريقه باش مفروشه والالوان اللي فيها والديكور اللي فيها كيلعب واحد الدور كبير في الراحه النفسيه، فبدل ما تقادوا الصالون ديال الضياف بداو ببيتكم هو الاول. بغيت نقول لك ان الله جميل يحب الجمال، وباللي الشريك ديالنا في الحياه هو اولى اننا نتزينوا ليه، حيت النهار الاول اللي بغاك على واحد الشكل معين، وملي كتبدل من بعد الزواج كتسمى بحال خدعتيه. بغيت نقول لك ان الانثى محتاجه تسمع كلمه كنبغيك، محتاجه تحس بالاهتمام ديالك، محتاجه انك تفكرها بهديه في عيد ميلادها ولا في عيد زواجكم، بغض النظر على القيمه ديال الهديه، المهم انك تحسسها بان الدخول ديالها في حياتك عنده قيمه. بغيت نقول لك ان الراجل محتاج المراه اللي تحسوا بالرجوله ديالو، تحسوا بالقيمه ديالو في الحياه، المراه اللي تشاركوا الاحلام والطموحات ديالو، وكيف كيقول المثال العربي وراء كل رجل عظيم امراه، مراه اللي كتشاركوا الحلوه والمره، مراه اللي كتكون فيها مو اختو حبيبته والزوجه ديالو. وفي الاخير بغيت نقول لك بان الشيطان لكم بالمرصاد، واللي كيحاول يبين لك بان العلاقه الزوجيه فيها غير المشاكل وصداع الراس، واول باب كيدخل منه هو الباب ديال الملل العاطفي، وكيحاول يدخلك في مقارنه غير عادله بين شريكك في الحياه وبين غيره، وكيحاول يصور لك ان غيره يقدر يفهمك اكثر من شريكك في الحياه. سيادنا حلقه اليوم سالات، نتمناو نكونوا عطينا الموضوع حقه، لان الصلاح ديال اي مجتمع كيبدا من الاسره ومنك انت بالذات. السلام عليكم.